بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. كل لحظه وانتم بخير يا جماعه. النهارده باذن الرحمن انا طبعا بقالي كتير قوي ما نزلتش معاكم فيديوهات للطيور، عشان كمان فعلا بصراحه عدد المشاهدات بتاعتها قلت، فقلت خلاص ما عنتش هصور خلاص. بس انا جاني كومنتات كتير بيقولوا لي لا احنا عايزين روتينات الطيور تاني، رجعها لنا تاني. فانا بصراحه النهارده كده قلت انا على السطح دلوقتي، وخلي بالكم احنا على المغرب يا جماعه اهو، لان طبعا الجو حر قوي بصراحه، مش قادره ان انا اطلع في الحر ده. فقلت خلاص هطلع لما الشمس كده يعني تروح كده بقى واقدر اطلع السطح كده في الوقت ده. فالمهم طلعت كده دلوقتي بوريكم الوقت. الحمد لله رب العالمين. انا عندي سمان يا جماعه اهو. السمان ده ما شاء الله انا كنت جايباه، ما جبتوش عمر يوم بقى، انا كنت جايباه عمر اسبوعين. كان ب 8 جنيه الواحده، كانت الواحده ب 8 جنيه. فجبته كده، وكان عندي طبعا فراخ الفراخ بلدي اهي، اللي هي الديوكه اللي انتم شايفينها قدامكم دي. طبعا الديوكه ديتي دفعتين، يعني ديوكه كبيره ما شاء الله زي ما انتم شايفينها، وفي ديوكه تانية صغيره يعني تعتبر الوقت قد السمان كده بالظبط. فان شاء الله باذن الرحمن انا قلت بس اوريكم الفيديو ده النهارده قبل ما اشيل الديوكه الكبيره ديت. خلاص هنشيلها بقى من مكانها هنا، احطها في مكان تاني، علشان لازم الاكل بتاعها يكون مختلف عن اكل السمان واكل الفراخ الصغيره. فانا ان شاء الله قلت اصور معاكم الفيديو قبل ما اشيلهم، وباذن الرحمن يا رب هسيب بقى اللي هنقلهم في مكان تاني، لان مش عايزه اذبحهم وهم كده، عايزاهم يكبروا شويه. هم الوقت ما شاء الله شمولته حلوين حلوين، بس بصراحه يعني انا عايزه ايه اديهم اخليهم يكبروا شويه كده، على ان ما بقاش يعني اهلكهم كده في الذبيح او حاجه. انتوا عارفين الفراخ البلدي يا جماعه الحر الوقت النهارده الكيلو ب 120 جنيه، فربنا يفكها من عنده يا رب كده. فطبعا بقول لكم عايزه احافظ عليهم بصراحه، وعايزه اربيهم صح ان هم يكبروا بس شويه، وبعد كده اذبحهم، بلاش انني اذبحهم وهم لسه في السن ده. فالمهم انا بقول لكم قلت خلاص اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي اهو، هوريكم الاعمار. ده السمان اهو ما شاء الله. السمان ده خلي بالكم بقول لكم انا كنت جايباه عمر اسبوعين ب 8 جنيه الواحده. خلاص هدخل بس اوريكم، لان خايفه يطير مني انا واقفه على الباب. هوريكم بقى الفراخ اللي هي عمر السمان دلوقتي اهي. شايفين في فرخه فيومي تقريبا اهي عند الحيطه ماشيه اهي شايفينها كده اهي. اهي ده يا جماعه الفراخ اللي هي تعتبر من عمر السمان، اللي هي الصغيره ديتي. انا طبعا هحوش الكبير ده ما شاء الله، الديوكه الكبيره ديتي هشيلها من هنا خلاص، علشان ادي لهم قد فرصه للسمان وللكتاكيت الصغيره دي ان هي تكبر كده ان شاء الله، وتاكل وتكبر باذن الرحمن يا رب. طيب انا دلوقتي عارفه انتوا عارفين ان السمان بياكل كتير يا جماعه بصراحه، وبياكل علقه سمسم على طول الدوره بياكل علقه سمسم. انا الوقت طحنت مع العلقه دي، طحنت عيش ناعم طحنته خلاص، وحطيته كده مع العلقه ديت اهو. وحطيت طبعا فرقت كده، حطيت العلقه في كام حاجه علشان شايفين، بس لازم تكون الحاجه دي غويطه زي صينيه زي ما انتم شايفين كده، او اي حاجه من دي، لان السمان بيقعد ينطر برجليه اهو شايفين بنطر كده برجليه. فلازم يكون الحاجه دي محطوطه في حاجه غويطه عشان ما يهدروش الاكل كده على الارض. تمام اهو شايفين اهو. هعمل بقى الوقت، وطبعا حاطه لهم ميه يا جماعه، الجو حر قوي، حاطه لهم ميه كتير قدامهم بصراحه اهو. وهبدا ان شاء الله اشيل اهو. شايفين الكتاكيت الجميله الصغيره دي، جميله خالص اهي، من عمر السمان بقول لكم، وفي نفس حجم السمان. هي دي طبعا انا محتاجه العليقه السمسم عن الكبار دول خلاص. هياكلوا اي حاجه بقى خلاص، هطلعهم بره ياكلوا اي حاجه، لانهم بلد حر. فالبلد الحر ماهوش شرط ان ياكل عليقه وبس، لا بياكل كل حاجه. فانا هطلعهم بره الوقت ياكلوا بقى عيش، ياكلوا البواقي الاكل اللي بتفيض مننا، ياكلوا رده اي حاجه من دي خلاص. وطبعا السطح اوسع من هنا، فهحوشهم من الاوضه دي باذن الله يا رب دلوقتي، واسيبهم كده ان شاء الله، وابقى اعمل معاكم فيديو تاني لما اشيل الديوكه الكبيره دي. بس بقول لكم ادي السمان ما شاء الله. وبصراحه يعني انا لقيت ان السمان في العمر ده ما فيش حاجه ماتت مني، ما فيش حاجه خالص ماتت في العمر ده بصراحه. وانا جبتهم من الدكتور البيطري، قال لي لا انا هطلع على عمر الاسبوعين، فانا جبتهم والحمد لله زي الفل كده ما شاء الله خلاص اهم. وانا هبدا برضو اذبح منهم ان شاء الله، بس بعد ما اخلص ان شاء الله الشكاره اللي انا جايباها يا جماعه. انا جايبه شكاره اهي، شكاره عليقه اهي اللي هي العليقه السمسم، نسبه اسمها ايه
اسمها هيرمان، نسبة يا جماعة 23%. ساعة ما الشكارة دي تخلص هذبح بقى الوقت ان شاء الله السمان على طول بإذن الله يا رب. اهو ان شاء الله بقى كده. انا بقول لكم مش عايزه اطول معاكم في الفيديو كده عشان اللي يدخل كمان ما يزهقش، وتشوفوا لكل اللي طلب مني انه عايز يشوف فيديوهات الطيور تاني. انا عملت معاكم الفيديو اهو، يا رب يعجبكم. ان شاء الله نتقابل على خير في فيديو جديد باذن الله على خير يا رب. اهو اشوفكم بخير باذن الرحمن يا رب. الفيديو بقول لكم يعجبكم النهارده. اهو انا بعدت بعيد بصراحه على انهم يتحركوا شويه كده عشان يظهروا في الصوره وتشوفوهم اكتر باذن الله يا رب. اهو يا رب يعجبكم يا رب باذن الله، واشوفكم بخير دايما باذن الله. نتقابل بقى في فيديو جديد بكره باذن الرحمن يا رب على خير. سلام عليكم.